بعدما اهتزت شباكه في 36 مناسبة في الموسم الماضي، قرر الهلال السعودي تدعيم خط دفاعه بالدولي السنغالي عبد قادر مانغان القادم من رين الفرنسي، بعدما وقع مع نادي العاصمة السعودية عقدا يمتد 3 مواسم. اللاعب البالغ من العمر 29 عاما وقع العقد بعدما نجح في اجتياز الفحوصات الطبية التي خضع لها في العاصمة الفرنسية باريس، على أن يلتحق بتدريبات فريقه الجديد الاثنين المقبل بعد حصوله على تأشيرة لدخول المملكة العربية السعودية. مانغان بدأ مسيرته الرياضية في صفوف ريال السنغالي عام 2000، ثم انتقل إلى نيوشاتل السويسري بعد عام واحد، واستمر معه حتى 2007. بعدها قضى نصف موسم مع يونغ بويز السويسري. وفي صيف 2007 انتقل مانغان إلى لينس الفرنسي الذي قضى في صفوفه موسما واحدا، تحول بعده إلى رين الذي دافع عن ألوانه بين 2008 و2012، فشارك في 99 مباراة سجل خلالها 9 أهداف. مانغان نال حظه من الشهرة في وسائل الإعلام بعد تسببه في إصابة بليغة ضد لاعب فالنسيان جوناثان لاكورت في مارس 2009، فتم إيقافه حتى يونيو من ذلك العام. على الصعيد الدولي ارتدى اللاعب السنغالي قميص منتخب بلاده في 6 مناسبات، هز الشباك خلالها مرة واحدة، فهل ينجح مع الهلال السعودي؟ يمان زيتوني، العربية.